جد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام. يعد سرطان الثدي من الاسباب الرئيسيه للوفيات المرتبطه بالسرطان بين النساء حول العالم، بالتزامن مع الشهر الوردي شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية بسرطان الثدي. خصصنا فقرتنا الطبية متابعينا من برنامج عطر الصباح للحديث حول هذا المرض وأهمية الكشف المبكر. ولتفاصيل أكثر معنا الدكتورة هيا ثامر الحسين، أخصائية التوليد وأمراض النسائية وجراحتها. يسعد صباحك دكتورة هيا. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. كل الشكر لك لانضمامك معنا للحديث حول هذا الموضوع المهم وهو سرطان الثدي. بداية دكتورة، لو نعطي للمتابعين والمتابعات لمحة مختصرة، ما هو سرطان الثدي بداية؟ أول شي صباح الخير، يسعد صباحك. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. سرطان الثدي نوع من السرطانات، يبدأ على هيئة نمو للخلايا مهم. بنسيج الثدي، نمو غير طبيعي، نمو شاذ، تكاثر غير طبيعي للخلايا. نعم. ويعتبر أكثر أنواع السرطانات شيوعا عند النساء. طبعا ما يصيب النساء فقط، يصيب النساء نعم. والرجال، لكن بنسبة أكبر مم. يصيب النساء. يعني تضاعف أنسجة الثدي نعم. ويصير النمو خارج نطاق السيطرة، ويشكل تورم أو ورم. نعم. ما هي أنواع هذه الأورام الثدية دكتورة هي؟ ما الفرق بينها؟ هلا في عنا أورام حميدة وفي أورام خبيثة. مم. الأورام الحميدة، الأورام الحميدة لسرطان الثدي نعم. تكون لها أعراض معينة، لها أشكال معينة، من حيث تختلف طبعا الحميدة والخبيثة من حيث الشكل، مم. التوضع، مم. النمو، مواصفات الكتلة. نحكي طبعا نعم. لاحقا عن التفرقة بين الورم الحميد من خلال الفحص بين الورم الحميد والورم الخبيث. نعم. طبيا علاجيا لها انواع كثيره. الحميده مم. غالبيتها تكون تكيسات ليفيه، نعم. تكون كيسات بالثدي بالاقنيه اللبنيه. مم. الخبيثه تاخذ اشكال اخرى، نعم. سرطانات غازيه بشكل اكثر، خبيثه بشكل اكثر، تنتشر عن طريق الدم لاماكن اخرى. نعم. طبعا الشكل مهم. يختلف. الحميده تكون توضعها منتظم، تكون مم. متحركه على الجلد والجلد متحرك عليها، يكون ما في تغير كبير بالحجم بين الثديين. الخبيثة تأخذ أشكال أخرى، ممكن بالمراحل المبكرة يصير في عندي على الإيكو نحن نلاحظ عدم مم. انتظام بالكتلة. نعم. ممكن نلاحظ تقرح على الجلد بالمراحل المتقدمة، نعم. علامة قشر البرتقال، تكون صلبة، مم. تكون غير متحركة. هذا نعم. الفرق من حيث الشكل بين الورم الحميد والورم الخبيث. والحميد دكتورة غالبا أو ما يسمى الغير الغزي، كما يشار، الأورام الغزية وغير الغزية هي غالبا ما يعني تشفى بكل هلا الأحوال. شفاء سرطان الثدي يعتمد الحم... على الشكل يعني الورم الحميدي دكتورة، بالضبط على هاي النقطة أنا عم ركز قبل ما نتجه للنقطة الأخرى والمهمة اللي هي شو هن أهم الأعراض لأورام الثدي بشكل عام اللي ما ممكن فهمت تشيل. السؤال. الأورام الحميدية غالبا ما تشفى. طبعا. أها. تمام دكتورة، خلينا نتناول معك الأعراض التي قد تشير لاحتمالية وجود ورم لدى السيدة أو الفتاة، وأشرت لبعض النقاط المهمة فيما يتعلق بتقشر الثدي أو بعض العلامات على الجلد. نعرف منك أكثر، تمام. تفضلي. أعراض ورم الثدي: ظهور كتلة جديدة هم. أو تغير في الثدي، تغير مظهر الجلد، تجعد، احمرار، تغير بشكل الثدي أو حجمه، ألم مستمر بالثدي، ممكن يظهر عندنا إفرازات في الحلمة، أو نعم. تغير في ملمس الثدي، يصير صلب أكثر أو أثقل. هم. بس لاحظنا أي علامة من هاي العلامات الأفضل استشارة طبيب، خاصة إذا كانت الكتلة غير متحركة عند أها. اللمس. أها. يعني صار عندنا الأعراض الشائعة هي هم. كتلة أو تورم، ظهور هم. كتلة جديدة صلبة في الثدي، هم. تغيرات في الجلد، تغير لون الجلد للأحمر، ظهور كدمات، تجعد يشبه جلد البرتقال، مثل كيف قشر البرتقال بيصير في عندنا تجعدات هم. وتنقير، هي المسامات الواسعة. نعم. أها. يصير في عنا تغير في شكل وحجم الثدي، يصير في عنا ألم
تغيرات في الحلمة من نزول إفرازات خاصة إذا كانت شفافة أو فيها دم، نعم. يتغير شكل الحلمة. هلا هي الأعراض المبدئية، بس صرنا بأعراض متقدمة هي بصير في عنا علامات. هل النقاط اللي أشرتي إلها هي علامات بتشير لاحتمالية وجود السرطان لا سمح الله، تمام، وبالتالي يجب التوجه للاهتمام وأنه الشخص أو توجه السيدة تسأل لاستشارة على طبيب نفسها. من ذوي مم. الاختصاص بهذا نعم. الموضوع. دكتور، الأعراض المتقدمة هي تفضلي. حكينا على الأعراض المبدئية. مم. المتقدمة هي التهاب وتقرح بالجلد فوق الثدي، أو انتشار الورم للغدد اللمفاوية، مم. نحس في انتفاخ صار تحت الإبط نعم. أو فوق الترقوة قريب من الرقبة، نصير نحس إنه صار في انتفاخ معين. نعم. أعراض عامة تدل إنه انتشر مم. الورم، خلاص يصير عندنا فقدان وزن غير مبرر، ضيق نفس، آلام بالعظام، بس هاي بالمراحل المتقدمة جدا. نعم. دكتورة، هل هناك طبيا تفسيرات حول أسباب هذا المرض؟ وما هو أو ما هي عوامل الخطر التي يجب الانتباه لها؟ بس عيدي لي السؤال. هل هناك تفسيرات طبية وصلت لها الدراسات حول أسباب سرطان الثدي بشكل خاص؟ وإلى جانب هذه النقطة، ما هي عوامل الخطر التي يجب أن يكون هناك انتباه لها؟ تمام. سرطان الثدي طبعا أسبابه مزيج، في عنا عوامل غير قابلة للتغيير نعم. وفي عنا عوامل قابلة للتغيير. العوامل غير القابلة للتغيير هي السن، نعم. الجنس، مم. الوراثة. القابلة للتغيير هي السمنة، قلة مم. النشاط البدني، لأنه يرفع لي إفراز الأستروجين. نعم. الاستروجين هو يسبب افرازه الزائد ممكن مم. يسبب لي تحولات ورميه. نعم. طبعا التدخين، افراط تناول الكحول، كل ما كان مم. بدأ الدورة الشهرية كان عند الأنثى مبكر بسن مبكرة وانقطاعه كان متأخر، كمان هذا ممكن يكون عامل خطر لسرطان الثدي، لأنه يصير في تعرض أكبر للإستروجين. نعم. فالعوامل الخطورة اللي لا يمكن تغييرها حكينا انه هي الجنس والعمر، لانه النساء هم اكثر عرضة من حيث الجنس، مم. والعمر يزداد خطر التعرض لسرطان الثدي بعد ال40. مم. التاريخ العائلي مثلا، اذا في مم. اقارب من الدرجة الاولى من ام من اخت مصابين بسرطان الثدي كمان ممكن مم. يكون عامل خطورة. تاريخ المريض الشخصي، انه تعرض لسرطان ثدي سابق. أها. كمان مم. كثافة نسيج الثدي، إذا كان في كثافة عالية يعني بمعنى أنه يكون الثدي مكتنس، مم. كمان هذا ممكن يزيد الخطر. تعرض نعم. لأشعة مم. بمنطقة الصدر بسن مبكرة، إذا كان في أورام معينة مم. تعرض هذا المريض لأشعة ممكن يزيد خطر دك... سرطان الثدي. هاي دك... العوامل غير دك... قابلة نعم. للتغيير، المريض ما له علاقة فيها. اللي دكتورة، ممكن المريض يغير، تفضلي تفضلي. العوامل القابلة للتغيير مثلا مم. السمنة وزيادة الوزن، خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية، تزيد من مم. خطر الإصابة، لأنه الأنسجة الدهنية نفسها تنتج لي هرمون الاستروجين. أها. قلة النشاط البدني أو نمط الحياة مم. الخامل، استهلاك الكحول والتدخين. كمان في عندنا حكينا إنه البلوغ المبكر وانقطاع الطمث المتأخر كمان هو عامل مؤهل. مم. حتى عدم الإنجاب أو الإنجاب بسن متأخرة أيضا عامل مؤهل. نعم. استخدام العلاج بالهرمونات البديلة بعد أها. انقطاع الطمث، مثل المرضى اللي يظلوا ياخذوا استروجين لحتى تظل الدوره الشهريه عندهم موجوده، مم. وهذا كمان عامل مؤهل لسرطان الثدي. طبعا مم. وجود عامل خطر واحد او اكثر لا يعني بالضروره الاصابه بسرطان الثدي. أكيد. بس ألو. ايوه. دكتورة، معك نحن. تمام. مهم. تمام. دكتورة، هلا في نقطة يعني مهمة أنا حابة إنه شوي نتناولها قبل ما نتجه للسؤال الآخر. أشرتي إنه التعرض للأشعة في سن مبكرة قد يكون عامل مساعد للإصابة. لماذا دكتورة؟ التعرض لاشعه، مو الاشعه العاديه بمعنى الصور نعم. البسيطه، مم. تعرض لكميه عاليه من الاشعاع على المنطقه الصدر، مم. مثل يصير في عندنا نوع من انواع الليمفومات، سرطانات تصير عند الأطفال مم. يستخدم فيها العلاج الشعاعي أحيانا. أها. هي ممكن تزيد خطر التعرض لسرطان الثدي لاحقا، نعم. مو الأشعة مم. بمعنى صورة سي تي نعم. أو نعم. صورة بسيطة.
هذا الإشعاع قصدي والأشعة أنا. السينية. تمام دكتورة، هيا الجهود الطبية والجهود العالمية بشكل عام وخاصة في هذا الشهر بتركز بشكل كبير على أهمية الكشف المبكر حول سرطان الثدي. بداية، ما المقصود بالكشف المبكر وما أهمية هذا الكشف؟ هلا الكشف المبكر صار في حملات توعية كثيرة، نعم. إجراء فحوصات. طبعا نحن نقصد بالكشف المبكر مهم. هو إجراء فحوصات طبية دورية نعم. لاكتشاف الأمراض، خاصة السرطانات في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض. أها. ليش؟ لأنه يزيد من فرص النجاح، يقلل التكاليف. هذا الشيء تكاليف مم. العلاج لاحقا، هذا الشيء يتم عبر فحوصات سريرية مهم. مخبرية، صور أشعة، بالإضافة مم. لزيادة التوعية بالعلامات المبكرة. في علامات تظهر إنه انتبه، هاي إشارة حمراء مم. لازم تنتبه لها. نعم. طبعا أهداف الكشف المبكر مثل ما مم. حكينا: زيادة فرص الشفاء، تخفيض تكاليف العلاج، تخفيض مم. نسب الوفيات. كيف يتم الكشف المبكر؟ نعم. عندنا عدة مكونات. مم. حكينا التشخيص المبكر، مم. التحري، نحن نعمل اختبارات أولية لحتى نحدد المصابين. مثلا مم. فحوصات سرطان الثدي اللي نحن دوما نوعي انه يا جماعه لازم يصير في فحص لسرطان الثدي بشكل سنوي على الاقل. نعم. الفحص الذاتي للثدي او الفحص مم. السريري عند الطبيب او من مم. خلال الاشعه، يعني ايكو تحت مم. ال40، مامو مم. فوق ال40. هاي كلياتها تساعدني انه انا اكتشف بشكل مبكر. مهم. دكتورة، أشرت لطرق الفحص، يعني في الفحص الذاتي والإيكو والماموغراف. هنا سؤال: كثير من السيدات والفتيات يعني يفكرن بهذا الشكل، أنه الفحص الذاتي كافي في حال عدم وجود أي عرض أو علامة لديها. هل هذا الفحص يكفي أم يجب التوجه لجهاز الماموغراف للإطمئنان على الحالة بكل الأحوال، سواء كان هناك علامات أو لم تكن هناك علامات؟ وحتى الجهود الدولية بتركز على أهمية أنه السيدات والفتيات تتوجهن مباشرة لجهاز الماموغراف آه، على الأقل كل 6 أشهر أو كل سنة. ماذا تقولين في هذا الرأي؟ هلا الماموجراف احنا ما نستخدمه للسيدات صغيرات السن. أها. الماموجراف هو أشعة سينية مقطعية للثدي، تستخدم بعد سن ال40 لأنه حصرا. مم. تنخفض كتلة النسيج الشحمي في الثدي. نعم. الإيكو بالأعمار الأصغر أفضل لأنه تكون مم. كتلة النسيج الشحمي عالية، فيكون وضوحيته أو انعكاسيته أها. أفضل لنا، صدويته أفضل نعم. لنا. مم. الماموجراف بعد ال40. أها. هلا الفحص بالأشعة في كل الأحوال سواء كانت إيكو أو كانت ماموجراف مم. ضروري بشكل سنوي وعند عاليات الخطورة مم. بكل 6 أشهر، ولكن الفحص الذاتي بشكل شهري بعد مم. كل دورة شهرية. يفضل انه السيده قبل الاستحمام من الدوره الشهريه نعم. تفحص حالها فحص ذاتي. طبعا نحن منوهين عليه بكل محاضراتنا وبكل مم. كل ما تجي مريضه بالشهر الوردي كما يسمى، نعم. نحن ننوه على ونعلم مم. المريضه اليه الفحص الذاتي. نعم. هذا لازم يتم بشكل شهري مم. لدى كل المريضات، ولكن الفحص مم. بالاشعه المقطعيه او مم. السينيه مم. بشكل سنوي كافي. نعم. إذا ما كان في عوامل خطورة، إذا كان في عوامل خطورة لا، كل 6 أشهر. أها. دكتورة، فيما يتعلق بالتشخيص وطرق التشخيص، أشرنا لبعض النقاط، ولكن هل تختلف الطرق العلاج وفقا لكل حالة؟ نتعرف معك أكثر على مسألة طرق المعاينة بشكل عام، وما هي أنواع وأشكال العلاجات لسرطان الثدي؟ هلا طبعا في كثير علاجات لسرطان الثدي، مهم. من علاج جراحي، علاج شعاعي، علاج كيماوي، ممكن حتى علاج مناعي، أها. مم. ممكن علاج هرموني إذا مم. كان معتمد على الهرمونات. مم. فحسب كل نوع وحسب العلاج اللي يحتاجه. طبعا مو كل مم. سرطانات الثدي تعالج بطريقة واحدة لأنه هي عدة أنواع، حسب درجة تقدم المرض، حسب نوع ال الورم اللي صاير عندنا. نحن مم. نلجأ لأنواع لطرق بالعلاج. مهم. متى يعني مو كلياتها.
في الجراحة نزيل فيها الورم، وممكن معا نحن نشارك طريقتين، يعني ممكن نركز على الجراحة ونتبعها بعلاجات أخرى مثل العلاج الشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج الهرموني والعلاج الموجه اللي يتوجه لنوع معين بالخلية السرطانية. دكتورة طبعا ما بعد نكون ندخل لكم بتفاصيل العلاجات بشكل مختصر دكتورة، ولكن الجراحة هل يتم اللجوء لها بكل الأحوال أم وفقا لحالة الإنسان أو السيدة؟ لأن هناك علاجات سهلة كما أشرت لها، مثلما هو في حالة العلاج الهرموني، يعني فقط أدوية يتم التعامل مع حالة المريضة، أم هناك جراحة في كل الأحوال كيفما كان وضع المريضة؟ الجراحة هي العلاج الأساسي. الجراحة هي العلاج الأساسي، ما نلجأ لها بكل الأحوال، ولكن هي العلاج بصراحة المفضل. ممكن تشمل استئصال الورم فقط مع الحفاظ على الثدي إذا كان الورم بالمرحلة الأولى أو الثانية، وممكن استئصال ثدي جزئي أو كلي. ممكن تشمل إزالة عقد لمفاوية قريبة للورم إذا كان الورم بمراحل متقدمة. نعم دكتورة. العلاج الشعاعي يستخدم للقضاء على الخلايا السرطانية المتبقية بعد الجراحة. نعم. وأحيانا حسب أنواع الأورام السرطانية ممكن يكون العلاج الرئيسي في بعض الحالات. الكيميائي يهدف لتقليص حجم الورم، منع انتشار الورم، وأيضا يستخدم كعلاج أساسي في أنواع معينة، بس آليته الأساسية تقليص حجم الورم أو منع انتشاره. الهرموني نحن نستخدمه لأنواع السرطانات الحساسة للهرمونات لتقليل هرمون الاستروجين أو منعه. نعم. في كمان العلاج الموجه، هي تستهدف الخلايا السرطانية بشكل مباشر. وفي العلاج المناعي، هذا مساعدة الجهاز المناعي في التعرف على الخلايا السرطانية. طبعا كل هاي الخطط العلاجية في عوامل تأثر عليها، من مرحلة السرطان، حساسية الورم للهرمونات، الحالة الصحية العامة للمريضة، هي تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع خطة العلاج. يعني في كثير أمور تؤخذ بالحسبان عند اختيار الخطة العلاجية. دكتورة، السؤال الأهم ربما، إلى أي درجة يسهم كشف المرض في مراحله البدائية في زيادة نسبة وفرص العلاج؟ ألو دكتورة، بتسمعيني؟ أيوة. سألت دكتورة إلى أي درجة بيسهم كشف المرض في مراحله البدائية في زيادة فرص العلاج من سرطان الثدي؟ يزيد معدل الشفاء إلى أكثر من 95% في حال الكشف المبكر. سرطان الثدي هو من السرطانات الشافية في حال تم الكشف المبكر عنه، ويخفض معدل الوفيات حتى 30%، النسبة تصل حتى 30%. نعم، كتير مهم يكون في كشف مبكر لزيادة فرص. طبعا الكشف المبكر أنت من خطة علاجية بسيطة أو فترة علاج معينة إلى لا سمح الله في حال كشف متأخر ممكن تودي بحياة المريضة. فنحن ليش نحث على الكشف المبكر؟ لأنه يعني تختلف بقية المريضة 360 درجة في حال تم الكشف مبكرا. وأيضا ممكن أنه تتجنب هالسيدة أو الفتاة في حال سألت عن نفسها في مراحل بدائية أو في مراحل الأولى مع بداية ظهور الأعراض، تتجنب عن نفسها أنه تلتجئ لاحقا للجراحة الكلية أو لأنه تشيل الثدي كله، يعني طبعا أو نحن جزء منه، العلاجية تختلف، أو العلاج نسبة الكيميائي، البقية تختلف، الإجراءات اللي ممكن تتعرض لها المريضة كلها تختلف في حال كان الكشف مبكر. دكتورة، قبل ما أسألك شو النصائح اللي فينا نوجهها للسيدات والفتيات، كيف تقيمين واقع العلاجات الموجودة بالمنطقة فيما يتعلق بسرطان الثدي والوعي المجتمعي وخاصة لدى السيدات والفتيات بهذا المرض؟ ما فهمت السؤال. دكتورة، سألت إنه كيف تقيمين واقع التوعية حول هالمرض في مجتمعنا، وكيف تقيمين العلاجات المتوفرة عنا بالمنطقة؟ هلا والله أنا حسب ما بشوف عم يصير في توعية بالمستوصفات، توعية بالمشافي، توعية في البرامج مثل برنامجكم، خاصة عم يصير تكثيف للوعي بهذا الشهر. فأنا
بالعكس أأيد هذا الشيء، وأي حدا فينا يأيد هذا الشيء، نعم. لأنه نحن عم نساعد بكشف صح. أول ما المريضة تسمع إنه سرطان هي مم. ممكن تخاف ويصير عندها حالة من الذعر، ولكن نعم. صدقا سرطان الثدي هو من السرطانات الشافية إذا كان بمراحل مبكرة. فنحن بهي الطريقة عم مم. نساعد على تحسين حياة مريضة نعم. 180 درجة. نعم. تختلف حياتها في حال كان الكشف مبكر 180 درجة. نعم. دكتورة، شو النصائح اللي فينا نوجهها للسيدات والفتيات بداية لمن هن مصابات؟ مصابات طبعا تسمع نصائح طبيبها، تتبع خطتها العلاجية، ما تتأخر بأخذ العلاج أو الجرعات إذا كانت موضوعة على جرعات. مم. آه هذا اللي أنصحه في حال كانت مصابة. ما تفقد الأمل أكيد، لأنه بالنهاية نعم. إذا كان الكشف مبكر فنحن حكينا أنه وهو في سرطان الثدي من السرطانات الشافية. نعم. وحتى إذا كان بمراحل مؤخرة ما تفقد الأمل وتتابع علاجها. مم. هاي في حال كانت مصابة. في نعم. حال عدم الإصابة بدنا نقلل خطر الإصابة من خلال اتباع نظام غذائي صحي. حاليا كثير صاير في مم. انتشار للوجبات السريعة، آه. للأغذية الغير صحية، لا مم. ما نوجدها كل فترة وفترة، ولكن لازم نظام الحياة يكون نظام نمط حياة صحي غني سليم. بالخضار بالفواكه، الحفاظ على وزن صحي. حاليا مم. كثير منتشرة عندنا مشكلة البدانة لفتياتنا بمجتمعاتنا. مم. لازم نحافظ على الوزن الصحي، لأنه ارتفاع الوزن مثل ما حكينا يزيد من النسيج الشحمي، بالتالي يزيد هرمون الاستروجين الزوجين. اللي هو مؤهب لسرطان نعم. الثدي. ممارسة الرياضة، أها. تقليل اللحوم المصنعة، مهم. الأكل الصحي بشكل اللحوم عام. الباردة مم. المصنعة. طبعا والأهم الحرص على الرضاعة الطبيعية، مم. التعرض للشمس باعتدال والحصول على فيتامين د. هاي كلياتها تساعد على إبعاد عوامل نعم. الخطر مهم. لسرطان الثدي. كل ما كان الإنسان صحي كل ما كان حافظ على صحته بشكل أكبر. بختام اللقاء دكتورة، إذا بتحبي تضيفي أي شيء أو نقطة أنا ما سألت، تفضلي. مثل ما حكينا، أهم شيء الكشف المبكر، الفحص الذاتي. آلية الفحص الذاتي تكون بطريقة صحيحة، من خلال طبعا صار في حملات توعية كبيرة نعم. بالمستوصفات مم. والمشافي عن طريق تعليم الفحص الذاتي. يتم بعد كل دورة شهرية مهم. فحص المريضة. كل سنة نتوجه للمراكز اللي عم مهم. تقدم هاي الخدمات وهاي الفحوصات بالمجان نعم. في سبيل الكشف عن هذا الموضوع. آه، لازم أي وحدة فينا تكون مم. حريصة على صحتها، حريصة على حياتها. إذا حابة تكون تعيش حياة الحياة بشكل أفضل. أعمارنا محددة، نحن ما رح نغير مم. بأعمارنا، ولكن تماما. لازم نعيش هذا العمر بطريقة صحية ومريحة. نعم. دكتورة، قبل ما أختم اللقاء خلينا نقول هالمعلومة المهمة للسيدات والفتيات، أنه مشفى الشعب في مدينة الحسكة أعلن أنه في خدمة الماموغراف مجانا خلال هالشهر كاملا. وكمان لكل سيدة بتحب تسأل عن نفسها فيها تتجه لمشفى الأورام والتلاسيميا بقامشلو، في مركز مختص بسرطان الثدي، لا تسأل عن نفسها بشكل أكبر وتهتم وتطمن على صحتها. كتير الشكر لك دكتورة هيا ثامر الحسين، أخصائية التوليد وأمراض النسائية وجراحتها، كنتي معنا عبر الهاتف. كل الشكر لك.